يا مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ودايما متجمعين. يا جماله يا جماله. النهارده هقولك ازاي تعملي مخلل مشكل قمر يا جماعة. تعمليه الصبح وتاكليه بالليل. صراحة انا ما عنديش طولة بال ان انا اعمل مخلل واقعد اسبوع ولا اسبوعين عشان اكله، انا بحب اعمله الصبح اكله بالليل. النهارده هقولك تعملي ازاي مخلل مشكل كده على الرايق، تحفة وخطير هيعجبك جدا. حطي لايك حلو للفيديو وصلوا على صلى الله عليه وسلم. هتعملي شوية مخلل مشكل لوز اللوز. أول حاجة يا ستي هنسمي الله وهنجيب الليمون نغسله كويس جدا جدا ونسلقه. أهم حاجة اللي انت تسلقي الليمون 100%. بعد ما سلقت الليمون هتغسليه مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة لحد ما تنزلي المرارة منه خالص. حطيت حلة على النار فيها مية ومعلقتين كبار من الفلفل الحلو، حبة سبايسي مفيش مشكلة. حطيت ملح، حطيت معلقة عصفر ومعلقة من حبة البركة ومعلقتين من الخل. قلبت الكلام ده كله ونسيب المية دي تغلي، ودوقي المَيّة كده وشوفي الحُدْق بتاعها مضبوط والّا لأ. نسيب المَيّة تغلي وبعد كده هاتي المخلِّل اللي أنتِ حاباه، جزر، خيار، فلفل، اللي أنتِ حاباه يعني. أنا جِبت هنا الجزر قطّعته كده بالطول، بس خلّي التقطيعة تكون رفيّعة عشان يستوي على طول، وقطّعت الخيار برضه التقطيعة اللي أنتِ حاباها. جِبت فلفل spicy وفلفل رومي، قطّعت التقطيعة اللي حضرتِك شايفاها. وباشيل البذر عشان المخلِّل ما يكونش حرّاق. جبت طبق وحطيت فيه معلقة عصفر، معلقة حبة البركة، وحطيت ملح، وحطيت كمان معلقة من الفلفل الحلو، وحطيت معلقتين من المَيّة اللي أنا حطيتها دلوقتي قدامكم على النار، خدت معلقتين منها كده بس. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، وبعد كده باجيب الليمون وباحشيه كويس جدًا، جدًا بالخلطة دي. لازم تدخّلي الخلطة دي جوّه الليمون كده وتحشيه كويس جدًا. وبعد ما المَيّة غليت شِلتها من على النار. أهم حاجة إن أنتِ تشيلي المَيّة من على النار عشان الخيار والجزر يفضلوا مقرمشين ما يطروش. هاجيب بقى العلب برطمانات زي ما حضرتِك حابة، وحطيت الليمون. وكده بقى بالنسبة للليمون أنتِ ممكن تاكليه بالليل، هيبقى خطير عشان أنتِ غسلتيه كويس وما فيهوش مرارة خالص. وبعد كده حطيت الجزر والخيار وحطيت بقى المَيّة اللي أنا متبلاها اللي هي غليت ديّة على النار. وبعد كده حطيت معلقتين من الزيت، وكده هو بقى جاهز معانا خطير غطيته. يا سلام بقى لمّا تسيبيه في التلاجة، تاكلي بالليل الليمون يبقى عسل كده ومستوي وجميل جدًا. والجزر والخيار تاني يوم هتاكلي منهم أو تالت يوم هيبقوا حلوين أوي. تعالي بقى شوفي الجمال والحلاوة. الله يا جماعة شوية مخلل بهاريس خطير تحفة. الجزر مقرمش والخيار مقرمش والفلفل مستوي زي ما أنتِ شايفة كده. طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص، يعني إن شاء الله تعمليه يوم وقفة رمضان تاكلي منه خطير يا جماعة، تحفة. شوفي الليمون، شوفي الحشوة بتاعة الليمونة خطيرة. لأ، أنتِ اعمليه قبل رمضان بيوم، يعني قبل رمضان بيوم هيبقى أول يوم رمضان على السفرة خطير، تحفة. لكن الليمون هتعمليه الصبح تاكليه بالليل على طول. ويا سلام بقى لمّا يبقى ساقع كده، الله، الله، الله! ساندويتش فول، ساندويتش طعمية، تحفة يا جماعة. أنا عايزاكِ تجربي المخلل المشكل بالطريقة دي، هتعجبِك جدًا، جدًا. حطي لايك حلو وكومنت حلو، أشوفِك وصفة جديدة. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.